أسعار الحديد اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 في مصر وتركيا وعالميا. من فضلكم ادعمونا بلايك للفيديو واشتركوا في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أسعار وأخبار الحديد باستمرار. وإليكم في التقرير التالي أسعار الخامات العالمية للمواد الداخلة في صناعة الحديد والصلب. سجل خام الحديد $126 للطن، وهذا السعر سوف يكون ثابتاً لمدة أسبوع بسبب الاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة، فالصين هي المستورد الأكبر والمستهلك الأكبر أيضاً لخام الحديد. أما خردة الصلب المستوردة والتي تصل إلى تركيا فسجلت $411 للطن بارتفاع $6. وإليكم أسعار تصدير البلت. سجل البلت الروسي ما بين 535 إلى $545 للطن، والبلت الهندي سجل ما بين 550 إلى $560 للطن. البلت الإيراني سجل ما بين 540 إلى $545 للطن. وأخيرا البلت التركي سجل ما بين 620 إلى $630 للطن. وسجل حديد التسليح التركي ما بين 705 إلى $715 للطن، وبارتفاع $10 للطن. وهذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الطلب على الحديد في السوق المحلي. أما بالنسبة لسوق الحديد في مصر، انخفضت أسعار الحديد للمستهلك بالرغم من ثبات أسعار أرض المصانع، وذلك بسبب الركود الحاد الذي يعانيه السوق، وأيضا عدم تقبل المستهلكين هذه الأسعار المرتفعة، حيث ما زال سعر أرض المصنع لحديد عز كما هو 26,985 جنيه للطن. وفيما يلي أسعار الحديد في مصر للمستهلك شامل الضريبة ونولون النقل. حديد عز 28,000 جنيه للطن، حديد بشاي 28,000 جنيه للطن، حديد السويس للصلب 28,000 جنيه للطن، حديد المصريين 28,000 جنيه للطن، حديد المراكبي 28,000 جنيه للطن، حديد الجرحي 28,000 جنيه للطن، الحديد الاستثماري 27,000 جنيه للطن. من فضلكم ادعمونا بلايك للفيديو واشتركوا في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.